السلام عليكم. في حلقة النهاردة هنتكلم عن فيلم السادة الأفاضل اللي من بطولة محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي ومحمد شاهين وبيومي فؤاد وانتصار ودينا ماهر وطه دسوقي وعلي صبحي وميشيل ميلاد ونادي السباعي وحنان سليمان واسماعيل فرغلي وهنادي مهنا واحمد السعدني. دول أساس الفيلم، بس في نجوم شاركوا بس دورهم مش كبير قوي زي معتز التوني ومحمد جمال وأكرم حسني. وقصة الفيلم أنا مش عايز أحرق لك، بس هقول لك نبذة. الموضوع باختصار إن في واحد يدعى جلال، ده أب عنده ولدين طارق وحجازي، وجلال مستواه الاجتماعي غني بسبب تجارة الآثار، وعنده أخ اسمه خيري بيعرف إن جلال بيتاجر في الآثار، فبيهدده إنك لو ما قسمتش معايا هبلغ عنك الحكومة. فجلال بتجيله فكرة إنه يعمل فيها ميت عشان يخلص من وجع الدماغ اللي أخوه عملهوله. وبالنسبة لطه دسوقي وعلي صبحي وميشيل ميلاد، التلاتة بيكونوا صحاب وبيخططوا يسرقوا البوسطة اللي جنب بيت جلال اللي مات. ده ملخص قصة الفيلم، إنما الفيلم نفسه فيه أحداث كتير، وبالنسبة لي ده من أحسن الأفلام المصرية اللي ممكن تتفرج عليها، لأن الفيلم فيه صراع درامي بيلعب على وتر السمعة. عيلة أبو الفضل رمز الأخلاق والشرف، صورتهم بتوحش من بعد وفاة الأب. ومحمد ممدوح اللي قايم بدور طارق الابن الكبير لجلال بيحاول على قد ما يقدر إنه يحافظ على صورة الأخلاق والشرف. ومحمد شاهين اللي قايم بدور حجازي أتقن دور المتعالي المستعار من أهله بعد ما نزل القاهرة واتعلم وبقى دكتور وخطب واحدة من ايجيبت مستعار من أهله عشان فلاحين. والفيلم مش عبثي، فيه رسالة اجتماعية وهي ازدواجية المعايير. الناس بتاخد بالمظاهر، يعني لو واحد نزل صلى الجمعة يقولوا عليه طاقي، وهو ممكن يكون ما بيصليش بيت الفروض، الصلاة بالنسبة له الجمعة بس. فلو جينا نقيم الفيلم هنديله 8 من 10، ورشحه للي بيحبوا الكوميديا السوداء والدراما والشباب عامة. انما ما رشحش الاطفال يتفرجوا عليه، لان الكوميديا اللي جواه مش هيفهموها، والقصة فيها حاجات مش لازم الاطفال يعرفوها. كده احنا خلصنا فيلم السادة الافاضل. وبما